ازاي ما نربيش طفل روبوت؟ احنا بنربي اطفال يسمعوا الاوامر وبنستغرب لما يعطلوا. هحكي لكم قصه بتحصل في اغلب البيوت. كان في ولد اسمه علي من صغره وهو متعود على الصلاه. في يوم دخل اوضته وقفل الباب وكانه بيصلي. خرج بعدها وقال لمامته انا صليت، بس الحقيقه علي ما صلاش. مامته كانت عارفه، ولما واجهته علي خاف، بس ما خافش من ربنا، خاف من العقاب. مامته سألته سؤال بسيط، انت عارف ليه بنصلي؟ قال لها عشان لازم نصلي. قالت له ليه؟ قال لها عشان ربنا ما يزعلش مننا. قالت له ليه؟ علي سكت لانه ما يعرفش. وهنا بقى المشكله اللي اغلبنا بيقع فيها في تربيه ولادنا، ازاي مستنيه منه انه يصلي وهو مش فاهم ليه بنصلي؟ احنا بنربيهم على ان ده صح لازم يتعمل وده غلط ما ينفعش يتعمل، بس بننسى نقول لهم ليه ده صح وليه ده غلط، او بنعتمد على ان الطفل هيفهم بالفطره مع ان الطفل ما عندوش مرجع. طيب هيفهم ازاي؟ والاسوأ انك انت كمربي ممكن تبقى اتربيت بنفس الطريقه ولحد النهارده مش فاهم ليه ده صح بنعمله وليه ده غلط ما بنعملوش، فبقت سلسله اجيال بتورث اوامر من غير معنى. مش عيب اني اتعلم واربي نفسي مع ابني، العيب اني اكابر واعمل نفسي مش شايفه ده. والمستفز اللي يقولك احنا اتربينا بالشكل ده وزي الفل، مبدئيا انت ما اتربيتش، وقبل ما تبدا نظريه المؤامره العيب مش على اهلك عملوا اللي يقدروا عليه وقتها، ولو كان عندهم اكتر كانوا هيدوك. الفكره فيك انت دلوقتي، خصوصا في زمن سبل التعلم فيه في كل حته، يوتيوب، كتب، كورسات، والخ الخ الخ الخ. لو مش عارف ليه اتعلم، ولو عارف ليه ارجوك اشرح لولادك. كفايه اوامر بلا معنى. صلي عشان لازم تصلي، ذاكر عشان لازم تبقى شاطر، ما تكذبش عشان الكذب وحش. وده خلق اجيال بتعمل الصح وهي مش فاهمه، بتخاف من العقاب مش من الغلط. نفهم ولادنا ليه الصح صح وليه الغلط غلط اكتر ما نفهمهم ان ده صح وده غلط. ابنك ما عندوش مرجع، انت المرجع.